يا سيدي على جمالك وحلاوتك، احلى اكله يا جماعه، اكله تشرح القلب الحزين. لا وبصوا كمان ايه، صينيه علاج الهموم والاكتئاب والمشاكل المستعصيه، وكمان بقى حبه سلطه كبابي كده وطحينه اخر جمال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بيكم متابعينا الغاليين، اهلا بيكم معايا في قناتي يوميات اندلسيه. النهارده بقى هعمل لكم احلى أكلة المزاج العالي بقى والناس اللي عايز تطلع من الاكتئاب بتاعها تاكل بقى ايه الأكلة دي كده وتستمتع بيها. هي أكلة سهلة ولذيذة خالص، بس هي بصراحة يعني فيها شوية دبكة بسيطة كده بس، والتركاية بتاعتها بصراحة اللي هي التنظيف. المهم الأول كده أنا معايا شوية مواعين، قلت أما أخلص منهم الأول قبل ما نبتدي في أي زفارة خالص. خلص بقى مواعيني. المهم صحيح نصلي الاول على النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي، ونبتدي كده يومنا بالصلاه على النبي. الله اكبر الله اكبر، الاذان بيأذن يا جماعه وانا بسجل لكم. هنصلي بقى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كده، وطول ما احنا واقفين كده في المطبخ نشغل دين يومنا كده بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح كده والتهليل، ونحاول على قد ما نقدر برضو نذكر الله، ما نقفش كده نبقى سرحانين. نشغل يومنا ونشغل وقتنا، ونحاول على قد ما نقدر نشغل كده يومنا ونشغل وقتنا، ما تبقاش وقفتنا على الفاضي. نحاول على قد ما نقدر الاستغفار كده على طول، الاستغفار بيشيل الهم والله العظيم يا جماعة، وبيفك الكروب. والصلاة على سيدنا محمد، يا رب يا رب يا رب يجعلنا رفقاء كده لسيدنا النبي يا رب. هنفضل بقى كده واقفين نصلي على النبي ونغسل مواعيننا مع بعض. كان عندي شوية كوبايات كده قلت اما اتسلى فيهم. طبعا انا عايزة اقول لكم في هزة كده شوية كده في التصوير، لان محمد جوزي هو اللي واقف بيصورني، لان انا كنت مرعوبة بصراحة اقف لوحدي. احكي لكم بقى كنت مرعوبة ليه. كان في فار دخل المطبخ، اقف انا مع الفار ده لوحدي؟ لا طبعا. قلت ايه اهو منه اصور الفيديو ومنه محمد يقف معايا. فطبعا كمان الستاند بتاعي كان مش عارفة بايظ ولا حصل له ايه، فهو كان بيصورني بايده بصراحة، كتر خيره الراجل يشكر. انا مش عارفة، ما بعرفش اتوجد في مكان فيه فار ابدا. طب هتقولوا لي الفار ده خلك منين؟ مش من شبابيك، والله شبابيكي كلها عليها سلك، بس المدخنة بتاعت الشفاط فيها المفروض ان هي المفروض يعني تبقى من ناحية المنور فيها سلك، ماشي، زي كده المدخنة اللي بيركبوها شركة الغاز، بيفتحوها في السيراميك وتبقى منفذة لورا في المنور مثلا، ويحطوا فيها شبكة سلك من ورا لان ما تعديش اي حاجة. المهم انا عايزه اقول لكم بس يعني في وسط الكلام دي، المساحه دي نينجا يا جماعه، لازم كل العرايس وكل البنات يجيبوها في جهازهم لان تحفه تحفه تحفه. اي ميه بتطرطش على الرخامه تفضلي تسحبيها كده طول ما انتي شغاله وما بتغرقليش الارض خالص. يعني اي ميه تنزل من الرخامه طبعا بتبهدل الارض طول ما انا واقفه، لان انا ما عملتش الحافه اللي في الرخامه اللي بتحوش الميه دي. بقى بصراحة جميلة جدا، تلميع بقى الازاز وسحب المية من على الرخامة، لا بصراحة جميلة جميلة. المهم بقى ايه، انا هرجع لكم للفار تاني. الراجل بقى وهو بيعمل المدخنة ما ركبليش سلك ودخل لي الفار المطبخ وفضل موجود. احنا بقى خلصنا خلاص المواعين اهوت، قلنا بقى نصبن الحوض بتاعنا. الست الشاطرة ما تسيبش المواعين كده وتخلصها وتجري، لا، نضفي حوضك، روقي حالك حواليكي كده، ماشي، اغسليه كويس. الفرشة دي يا جماعة قلبي كده من جوه بصراحة. هنيجي بقى هنا للمنبار. المنبار ده يا جماعة انا كنت منضفاه تمام، وقلباه بخلي الدهون جوه. طبعا تنظيف المنبار دوت انا عايزه اقول لكم ده اساسي 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 في الاكله دي. لو ما نضفتيش المنبار حلو خلاص قولي على الاكله دي السلام، هتترمي في الزباله مش هتطيقي تاكليها. تمام. وادي عندي الفشه والطحال، قلت ايه برضو لازم يتنضفوا كده وبالليمون كده والخل ولازم يتنقعوا كده نقعه محترمه. معلش 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 على الهزهزه دي.
المهم بقى ايه، نيجي بقى لتقشير الطحال. تقشير الطحال ده بقى بصراحة عايز سنس كده، سنس ايه في الرئة. الناس اللي ما عندهاش رئة هتبقى غصب عنها في الطحال هتشد وتقطع. انتوا واخدين بالكم انا بقطع الشراب بتاعه ازاي؟ لو انت لسه مبتدئة فيه ومش عارفة، يا سيدي على الجمال، شايفين بقى عامل ازاي؟ جميل جميل. لو انت لسه مبتدئة فيه ومش عارفة تقشريه، اسلقيه الاول، تمام، وبعد كده قشريه. لكن الناس اللي زي حالاتي اللي خلاص ادمنوا الاكلة ديت بيقشروه وهو ايه، وهو لسه ناي كده. ده البوكيه جرنيه بقى بتاع الميه بتاعه السلق. ادي كده طماطمايه، فلفلايه، بصلايه، نص قرن فلفل حامي، وملح وفلفل اسود وبهارات، تمام. انا حطيت ورق لورا وحبهان، بس انا نسيت احط قدام الكاميرا بس. ودينا بقى ننزل بالفشه بتاعتنا الاول بعد ما نطفت. وادي الطحال وهو مسلوخ من الايه، من الشراب بتاعه زي القمر اهو، تمام. وظبطت الخلطة بتاعتنا الجميلة. ادي الرز والعصير الطماطم. وبحب احط بقى فيها زيت، ما بحطش فيها سمنة. ليه؟ لان انا قلبة الممبار لجوه، فبخليله دهونه جوه، هي بقى هتسيح في السلق وهتديله طعم روعة. الممبار انا بحب اخليه احمر بصراحة، لو ما كانش احمر ما بنعرفش ناكله. ادي كده ظبطت الخلطة بتاعتنا. وبهاراتك بقى، كل بهارات اللي تحبيه، كزبرة وفلفل اسود وبهارات وملح وفلفل اسود وشوية نعناع برضو يظبطولك الدنيا، بيبقى خرافة. ماشي، هنيجي بقى للحشو. اللي عايزة تحشي بايديها تحشي واللي هتحشي بقمع برضو تحشي، احشي بالطريقة اللي تريحك. المهم تبقي مبططاه كويس. مبططاه يعني ايه؟ يعني تخرجي كده منه الهوا. شايفين؟ بصوا انا بعمله ازاي. انا مسرعه الفيديو عشان خاطر يعني ايه، اختصارا للوقت عليكم وعليا. بصوا انا بحشي كده الطريقه دي حماتي علمتهاني، عشان خاطر الممبار العجالي بيبقى واسع، فبيبقى سهل على الواحده ان هي ايه، تمسكه كده تقعد زي البطه. عارفين لما بتقعدوا تزغطوا في البطه، تقعدوا تدخلوا كده بقه واسع، هيساعدكم بقى على ان انتوا ايه، تحشوا براحتكم. لكن لو بقه ضيق بتضطري بقى تتعاملي بايه، بقمع كده بقى. انا جبت حله تانية طبعا، عشان الحله التانية كانت صغيره مش هتقضي. عملت نفس البوكيه جرني اللي حطيته في ايه، في الحله. بصوا الهرم ده هرم قلبي. ونحط واحده واحده كده زي ما انا عامله بالظبط. بنمسكه من بوزه، ماشي، البوزين كده تمسكيهم مع بعض وتحطيهم واحده ورا التانية، واحده ورا التانية، واحده ورا التانية. ماما بقى اللي علمتني الحطه دي. ما ينفعش احطه كده من بق واحد او ارمي كده وخلاص، لا. بصوا قفل كده في الميه وجميل وزي الفل. شايفين كده بقى؟ بعد السلق قطعت الطحال وقطعت الفشه. بصوا الممبار عامل ازاي، والله يتاكل وهو مسلوق. وانا مش عارفه بصراحه الناس اللي ممكن تقرف منه وهو مسلوق، تقرفي منه وهو مسلوق، يبقى انت كده بصراحه مش واثقه في نظافته. لكن هو بصراحه، او هي الله اعلم بقى، اذواق. وادي كده الفشه متقطعه والطحال متقطع. جينا بقى واحنا بنحمر، اعذروني بقى على شكل البوتاجاز عشان الطرطشه كانت رهيبه، فاضطريت بقى ان انا احط غطا، لان بقى بيقعد يفرقع ورا بعض ورا بعض ورا بعض، وبيبقى بصراحه حرب طول ما الواحد بيحاول ايه، يقليه. هنا بقى بصراحه الآلية بتاعته، شايفين جماله عامل ازاي؟ تحفه. اخد قلبي كده، وشكله وهو في الطاسه روعه. وشكله بقى وهو في الطبق مع شوية بصل، مع شوية سلطة بصلية. المهم صحيح قطعوا البصل كبير والطماطم كبير والخيار كبير، هتلاقوا السلطة روعة كأنها زي بتاعت بره بالظبط. وما تنسوش تحطوا عليها كزبرة وبقدونس، روعة في منتهى الجمال. وحبة طحينة بقى يظبطوا الكلام. حبيبتي يا ام هاشم، يلا الف هنا.